بص لي يا عم هند. ده ايه؟ دي فلاحة مين؟ خاص. فلاحة مين؟ ابو سامي. ابو سامي غالي. شايفين؟ زرع لنا خاص اهو. جاب لنا خاص يا جماعه. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. النهارده جاي لكم فيديو جديد ولاول مره من نوعه مع ام سامه وصلاح اخويا، ربنا يا رب يبارك لهم الاثنين. طبعا النهارده في شقه اخويا عازمنا على الغدا. معايا ام سامه. تعمل لنا ايه يا ام سامه النهارده؟ هعمل لكم فراخ ولحمه ومكرونه بشاميل. جت لقيتها بقى مطلعه لي الفراخ ومطلعه لي اللحمه وبتقول لي تعالي اشتغلي بقى يا ست الطباخ. طب يرضيكم كده بالله عليكم؟ طب انا واحده جايه معزومه، تعزمني هي اللي تعمل لي ولا انا لو ما اعمل الواجب دي؟ انا يمكن اكل ما يعجبكيش. كلك واجب يا ام سامه. ربنا يا رب يبارك لهم ويخلي لهم بنتهم سامه يا رب ويفرحوا بها ويزيدهم من نعيم الله. يلا بينا نشوف ام سامه عامله لنا ايه والشقه بتاعتهم ايه يا جماعه. طبعا اول مره اصور لكم في الشقه بتاعت اخويا. وروني يا كوكو الشقه. تعالي بقى معايا الأول. انا قدومه مش هيطلع في الكاميرا. ايوه معلش عشان الضوء بس هنا مش. اما بالنسبه بقى لمرات اخويا فهي من هواياتها العرايس. شايفين؟ مدمنه عرايس. حتى برضه العروسه الثانيه ايه؟ لقيتها برضه حاطه عروسه بس انا دريتها لها هناك. راحت تطلعها. مش عارفه ايه غايتها في العرايس دي. اهو خاله اهو يا جدعان اهو. شايفينه معايا قبل كده؟ دي الصور بتاعتهم بتاعت الفرح دي يا سحر. لا ديت صور الخطوبه دي. ادونا الصور بتاعهم بتاع الخطوبه. حبيب قلبي صلاح. كانت حلوه قبل الجواز. يلا تعالى بقى عشان نخش على النار. وروني يا كوكو المطبخ بتاع طنطك يا سحر. طبعا ده المطبخ بس جيت لقيتها يا جماعه مطلعه كل حاجتها زي ما انتم شايفين كده. فانا طبعا هخليها الرخامه دي كلها واشيل حاجتها دي نعينها، لانها يعتبر ان هي مش قاعده اصلا في الشقه، هي اكتر قعدتها عند مامتها ما بتقعدش في الشقه كتير. فهلم لها بقى كل الحاجات دي ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه معاها. خلاص كده يا حبايب قلبي هنمسك بقى اللحمه دي ننضفها. وبرده طلعت لنا الفراخ اهي، ربنا يا رب يزيدهم من نعم الله. هنضف بقى الفرخه دي اللحمه دي وهرجع معاكم تاني هنشوف هنعمل في الاكل ده ايه. تعالوا بقى يلا نشتغل ونخرط كده عشان نعمل تتبيله حلوه للفراخ بتاعتنا ونحطها في فرن الشوي. شوف هنعمل مكرونه بالبشاميل. بس بقى يا سامه يا دي لقاء عامله قلق لسامه بنت اخويا، عامله لها قلق. وانا اعمل فيها ايه كيف انت ولقاء يعني نعمل نزعل فيها على عمتي، يلا نزعل على عمتي. نعم يا قلب عمته. عمته. نعم نعم يا قلب عمته. نعم يا سامه. هنقضي الفيديو كله عمتي. خلاص واحده مرقه دجاج. طبعا هنا قطعت البصل والطماطم والفلفل والجزر زي ما انا قلت لكم. تمام. ننزل بقى بكل البهارات بتاعتنا. خربطيش يا صح، خربطيش يا سحور. ماشي. دي بهارات فراخ. انا مرات اخويا بقى عامله البهارات بتاعتها كمون وكزبره كده. ننزل كده بمعلقه كمون يا جماعه. عندنا مرات اخويا بقى النهارده والدنيا ايه اقول لكم. كده يا حبايب قلبي بمعلقه توم كبيره. تمام. انا همسك بقى كل الخليط بتاعي دي هدعكه ببعضه وانزل بالفراخ برده. نحط بس معلقه ملح كده. ما ننساش ان البهارات بتاعتها فيها ملح، كنت هنسى. ندعك بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه. طبعا هنا الخضار عايزاه يتشرب كويس من الخلطه عشان هو اللي هيعمل له طعم للفراخ. طبعا الفراخ دي فراخ حمرا يا جماعه مش فراخ بيضه، يعني ما بتخبش في السوي، بتستوي على طول. انا هسيبهم كده بقى ايه مع نفسهم كده يجي نص ساعه على ما نجهز بقيه الحاجات بتاعتنا. نزلت كده بحبايتين من الحبهان ورا عشان نحط اللحمه. بسم الله. ننزل بالعظم زي ما اتعودنا مع بعض يا جماعه. العظم اهم حاجه في الشغل. هنزل كده بمعلقه من الفلفل الاسمر، معلقه حلوه كده. كسرت البصل
البصل كده. خلاص هسيبها بقى تروح مع نفسها. خنطة ميه كده يا حبايب قلبي عشان نزود بقى اللحمه بتاعتنا. بسم الله. طبعا مهديه عليها النار عشان عايزاها تستوي على نار هاديه. احلى اكل هو على النار الهاديه. هنزود بقى الميه ونسيبها للمكرونه. نهدي بقى على اللحمه دي ونسيبها مع نفسها. تعالوا كده يا حبايب قلبي، انا قطعت الجزر، قطعت البصل، ودي خلطه البشاميل. اللحمه مش البشاميل، اللبن، لا اللحم. لحظه تقول ده انا طلعت قانون لوحدي. دي اللحمه. هنزل برضه الفصين كده من الثوم معاها. بسم الله. لها عين معينه. عايزه الخلطه تكون ناعمه خالص. بنشف اللحمه كده، شايفين كده تمام قوي. عسل. استنى بس ثواني لما الحله بتاعتنا تنشف وهننزل بالمعلقه السمنه. استنى بس لما تسيح سيكه، بس حاجه خفيفه خالص. نزلت كده برضو بمعلقتين من الزيت. كده السمنه بتاعتنا ساحت وهننزل باللحمه. معايا ربع من اللحمه، ربع كيلو بالظبط، بس مش هنكتر مكرونه. كده يا حبايب قلبي بقى هنزل بالبصل بتاعنا والخضار اللي احنا عملناه. ننزل كده بمعلقه من الفلفل الاسمر، معلقه بهارات او الكمون بتاع مرات اخويا. من اصفر قوي فمش عارفه يعني الكمون ده نظامه ايه. من الكزبره، هننزل كده يا حبايب قلبي بالمكرونه. حبايب قلبي هناخد كده معلقه حلوه نحطها، عشان طبعا انتوا عارفين ان احنا بناكل المكرونه حمرا، ما بناكلهاش بيضه. معلقتين كده حلوين، نقلبهم بقى في اللحمه. واللحمه طالعه يا جماعه الجزر هنا هتطلع ريحه حلوه قوي. شايفين يا جماعه اللحمه المفرومه وجمالها؟ الله بجد خطيره خطيره خطيره. هسيبها بس شويه عشان حاسه ان الجزر لسه ما استويش. شايفين بحسس ازاي؟ عشان لما نيجي ناكل الحاجه كده نلاقيها ناعمه ومستويه كلها. هنسيبها كمان شويه. هنعمل بقى صينيه بطاطس معتبره كده جنب الاكل الحلو ده. وسامه بنت اخويا مش راضيه تسكت ولا راضيه تبطل رزاله. اعمل في بنتك ايه يا ام سامه؟ بتقولك اكبر اهي. يعني اعمل فيها ايه يعني؟ بتقولك الله اكبر. الله اكبر عليك يا سامه. نديلها بقى كده تشويحه حلوه. مين بقى بيحب يلوح صينيه البطاطس يعني؟ وده عملت لها بصله جوليان كده فوقها. نديلها بقى تشويحه حلوه كده. حطيت يا حبايب قلبي كده معلقتين من الصلصه. ما شاء الله يعني الصلصه اتقلت. الريحه عاملاها تقيله وكبسه وحلوه. حطيت كده يا حبايب قلبي من نص معلقه كمون على نص معلقه فلفل اسمر، بهارات كزبره نص معلقه برضه كده. انزل برضه بواحده مرقه دجاج. يا سلام بقى على صينيه البطاطس دي. الله. هاتي كده يا لقاء الميه السخنه. يلا سخنت لها ميه اهي عشان تقوم معانا بسرعه. يا سلام سلي. لسه هندخلها كمان الفرن. عايزه اقول لكم ان الفراخ في الفرن دلوقتي. المال والحلاوه ما شاء الله. شايفين حطيتها في الفرن كده خدت لون حلو، كمان شكلها حلو وريحتها جباره جباره جبارة جبارة من الشيف رندا.
خلاص دماغي خرمت، فخلاص بقى مولعين على كل الاكل، وقلت اما اعمل كوبايه شاي كده حلوه ايه تظبط المزاج. هنا كله ولا عليه. هنا الرز خلاص ولعنا عليه كمان اهو. اللحمه خلاص داخله على سوي ما شاء الله جباره. صينيه البطاطس تحفه، وصينيه الفراخ طلعت، بس احنا ايه هنسيبها بقى نوريها لكم مع عايزه اوريكم البطاطس يا جماعه طعمها خطير. الفراخ هنوريها لكم بقى مع المكرونه البشاميل. تعالوا كده بقى يا حبايب قلبي ننزل بقى بكل الخليط ده على المكرونه ونقلب بقى من تحت لفوق كذلك. نفضل نقلب فيها بقى لما كل ده يدخل في بعض. المكرونه دي يا جماعه عايزه احكي لكم عليها. اللي جت هنا عند مرات اخويا فقالت لي انا هنزل اشتري مكرونه والمشوار بصراحه بعيد، فقلت لها لا يلا الجوده بالموجوده وهنعمل من المكرونه دي. مشي نفسك، وزي ما بقول لكم على طول في الفيديوهات ما توقفوش نفسكم على حاجه معينه، اقل ما عندكم هيمشيكم. ننزل كده بشويه من البشاميل بتاعنا. عملت معاكم البشاميل قبل كده ما رضيتش بصراحه اطول عليكم الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا شفنا برضو قنوات يا جماعه عامله المكرونه الصغيره دي، فاحنا بصراحه قلنا ايه ناخد التجربه نجرب، والحياه تجارب. جربي طالما حاجتك مظبوطه جربي. بس ريحتها الله وكيل جباره. راح عامله ايه عندك القاع جامدة جامده. عايزه اقول لكم ان مرات اخويا كل ما المواعين تتوسخ خايفه لا تغسل المواعين لوحدها. واقفه جنبها الحوض تغسل في المواعين. ايوه هي خايفه لا مش وسيله. وننزل بقى بالجمدان كله. هي ملكه الصواني البشاميل طبعا ومفيش غنى عنها. يا سلام عندي عشق يا جماعه. تعالوا بقى شوفوا كمان شايفين الحلاوه والحلويات يا بنات. دي البطاطس ودي المكرونه. ده كان غدانا يا جماعه عند اخويا ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا استوت وبقت تحفه، وصينيه البطاطس وصينيه المكرونه باللحمه بتاعتنا الخطيره. ايه رايكم تفضلوا تغدوا معانا؟ يلا بقى نشوفكم بعد الغدا بقى واحنا في الغيط. روحي لبابا عشان تصح. عايزه اقول لكم ان انا هنا متعه. الغطا عندي يا جماعه والصراحه عندي كده هوايه. بحس ان انا بتنفس من جوايا. بتلغلغ الهواء بيخش جوه امعائي. تعالوا بقى اما نوريكم ارض اخويا. شفتوا الطياره النفاثه يا جماعه ماشيه اهي في السما اهي، شايفينها؟ بقالي 100 سنه ما شفتهاش. شايفين؟ تعالوا اوريكم ادم قاعد على المكتب. شايفين الكروم؟ بس لسه بقى ملفش اهو، قلبه فاضي لسه صغنطوط، بدأ لسه كده ايه يلف. ده البنجر بتاعه ربنا يمنه له بركه، يبارك له فيه يا رب. انا مش عارفه هو بيعمل ايه هناك. استنى ما يصور. بصلي يا عم هند. ده ايه؟ دي فلاحة مين؟ خاص. فلاحة مين؟ ابو سامي. ابو سامي الغالي. شايفين؟ زرع لنا خاص اهو. جاب لنا خاص يا جماعه. تيجوا تاكلوا خاص ريحته فظيعه. ده عايز جبنه حادقه كده بقى وعيش سخن وما اقولكوش. اهي اخويا ربنا يبارك له يا رب جاب لي ايه وشايلهولي كده على دماغي كده. شكرا يا مرات اخويا، شكرا يا اخويا، ربنا يخليكم يا رب. الدنيا اتلمت ونروح ازاي؟ خلاص يلا خلاص كده كفايه عليكم كده. باي.